ايه المفارش دي بتاعت التلاجة اغسلها. عارفين سر النظافة عندي في التلاجة ايه السبب؟ الا وهو ان انا بفرش مفارش في التلاجة، بشيلها اهي اغسلها كده. انا مش محتاجة بقى اغسل الرفوف، بس عايزة اللي يعرف التلج ده كله سببه ايه يقول. حتى لو حد شافها يكون يعني متخصص في التلاجات يقول ايه السبب. التلج قد ايه رهيب، مش عارفة ده بقى من الحر ولا ايه بالظبط. كده انا مش محتاجة يعني اعمل فيها حاجة غير اني اغسل، بلم المشمعات اهي. اوعى بندق، اوعى بندق، عيب، اوعى المشمع يتقطع. هاخدهم بس ايه انقعهم في حبة صابون سايب مش اريال برضو. هاخد صابون سايب وحبة خل. هنا برضو ممكن ايه يعني حتة كده ابلها واعصرها واروح ايه ملمعاها بيها، وبعدين بفوطة ناشفة اروح برضو ملمعاها بيها. كده سر نظافة التلاجة بتاعتي والله يا جماعة ان انا بهتم بيها زي اي حاجة في البيت كل يوم. زي اي حاجة في البيت بعملها بهتم بيها. بس يا ريت بالله كده اللي يشوف التلج ده يقول يعني هل هو طبيعي التلج ده عادي ولا ايه بالظبط. تمام تمام.